مرحبا، يعطيكم ألف عافية. معكم ميس البرشا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. هاليوم وصفتنا مميزة بالشكل وبالطعم، هريسة بالقشطة. أنا بعتبرها من أسهل وأطيب الوصفات. رح نقدمها بأسهل وأطيب طريقة، وإن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. ومثل العادة رح نبدأ بسم الله. رح نحكي أول شي عن المكونات. أول شي المكونات كلياتها لازم تكون بحرارة المطبخ. رح نحتاج حبتين بيض، 3/4 كوب سكر، نص كوب زيت، كوب سميد، 170 جرام لبن، معلقة صغيرة باكينج باودر، وظرف فانيليا أو ما يعادل معلقة كبيرة. بالبداية رح نحط حبتين البيض مع الفانيليا ونخفقهم. الخفق رح يكون على سرعة متوسطة. بعدين منبلش بإضافة السكر بالتدريج ومنستمر بالخفق. هيك لحتى تخلص كمية السكر. هلأ صار فينا نضيف الزيت واللبن ومنكمل خفق. هلأ منضيف السميد وهيك لحتى تخلص كمية السميد كلها. بآخر مرحلة رح نضيف الباكينج باودر. وهيك بنكون خلصنا من تحضير المزيج الأول. هلأ هي الطريقة لحتى تطلع الطبقات مرتبة وبنفس الحجم. رح نوزن الكمية كلها ونقسمها على نصين. النص الأول رح يكون تحت القشطة والنص التاني رح يكون بالأخير فوق القشطة. رح نستعمل هذا قالب تشيز كيك اللي بينفك من على الجنب. ومثل ما علمتكن بالفيديو الماضي، لحتى ما يسرب معنا المزيج رح نحط ورقة زبدة ونسكر القالب. وبهالطريقة مستحيل يسرب معنا أي مزيج، سواء كان كيك أو هريسة أو أي خليط بنقدر نحطه بهالقوالب. هون دهنت الجوانب كمان بشوية زبدة ووزنت نص الكمية. وهلأ رح اسكبها بالقالب ودخلها على الفرن.
بالنسبة للفرن رح يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، ورح منراقب القالب، بس صار باللون الذهبي فورا منطالعه. بهالأثناء رح نبلش بتحضير القشطة. رح نحتاج كاستين حليب كامل الدسم، ظرف فانيليا، 3 معالق كبار نشا، وعلبة قشطة 170 جرام. رح منضيف المكونات كلياتها على البارد ومنحركها منيح. هون ضفت القشطة، بعدين الفانيليا والحليب. وبالأخير ضفت النشا وحركتهم كلياتهم على البارد. وهلأ شعلت على نار متوسطة وبلش التحريك. أنا بحب استخدم هذا المشبك لأنه بيوصل لكل زوايا الطنجرة. ومنستمر بالتحريك لحتى يتقل معنا المزيج مثل ما مبين معكم بالفيديو. هلأ صارت معنا الطبقة الأولى من الهريسة جاهزة. منطالع الصينية ومنسكب مباشرة خليط القشطة فوقها، ومنحاول نمسد الوش لحتى يصير معنا مرتب قدر الإمكان. هلأ منستنى حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة لحتى تبرد القشطة. بعدين منسكب باقي الخليط. مندخل القالب على الفرن، منثبته على الرف الأعلى على درجة حرارة 100. رح ياخد معنا حوالي 5 أو 6 دقايق. وبس صار معنا القالب باللون الذهبي منطالعه من الفرن، ومباشرة رح نسكب فوق القطر. وبالنسبة للقطر حضرناه بفيديو سابق، رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. هالقطر ممتاز لجميع أنواع الحلويات. طبعا رح احتاج كاسة قطر وحدة بس. هلأ مندخل القالب على الفريزر أقل شي 2 أو 3 ساعات. بعدين منطالع القالب من الفريزر ومنحرر الجوانب بواسطة سباتيولا. ومنزين الوجه بالفستق الحلبي، وبتصير معنا جاهزة للتقديم.
وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. إن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، وبتمنى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ومنلتقى بالفيديو الجاي. لوقتها إن شاء الله يا رب بتضلوا بألف خير.